ما نستطيع أن نغلق أفواه الناس أنهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون. الناس تجرؤوا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم، وتكلموا عنه، تكلموا عليه سبحانه وتعالى يد الله مغلولة، الله فقير، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنا وأنت؟ لذلك لما جاء موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال يا ربي كف ألسن الناس عني. قال يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. كيف هذا؟ خلاص تكلم. لذلك أبدا أنت كن مستعدا لمثل هذه الأشياء. نعم مؤثر فيه، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم يؤثر فيه، ولا ما في كلام، يؤثر فيه لجبلة الإنسان، قادر على أنه يغلق ليس أفواه الناس، لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس، لكنه قادر على أنه يغلق آذان عن الاستماع لأمثال هؤلاء. سبحان الله العظيم، إذا أحد تنمر عليك ولا أحد تكلم عليك ولا أحد ما يعني تتوقع أنه سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية. وتشوف الناس في الكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش، ما يقولوا الكاميرا الخفية يضحك، لأنه يضحك معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلا شيء. أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر تطيحني ولا تقدر ترفعني.